هذا اللي قاعدين نشاهدوا فيه هو عفن، هو خمج، هو إرهاب غذائي. نزار لك الكلمة. والله الكلمة الوحيدة واحد يقولها حسب الله ونعم الوكيل في العباد اللي ما عادش تخاف من ربي. اليوم مش حكاية لو تنفيذ قانون ولا يخاف من قاضي الأرض، احنا نحكيو اليوم على قاضي السماء. الريحة لهنا قاعدين فوق فضلات الحيوانات، فوقها اللحم مع الملون هذا. نشكر اكيد المعلومه اللي وضحوا هنا انه هذايا نتاع هذا هو نتاع السرطان، هذا بيدو سرطان متجاوز وافيه الوحده نتاعو. هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه في خربه، ماهوش لا هو نتاع حفظ لا حتى شيء، هذه خربه. ولهنا نحب نحيي حماة الوطن، الناس اللي تخدم في الوطن العزيز الغالي، اكيد من وزاره الداخليه، نحكي ولايه تونس، بلديه تونس. اليوم نحكيو على ترتيب حفظ الصحه اللي موجودين في كل مكان، نعطيهم الصحه اللي وصلوا للنقطه هذيا. خواتنا في الصحه، اكيد خواتنا في الفرقه الجهويه اللي شرطه البلديه تونس، كيف كل المسؤولين المعتمده كانت موجوده، الجميع كانوا موجودين لهنا. خواتنا زاده من الصحه اللي جاوا زاده اللي هما دورهم مهم، الكل موجودين يخدموا في حاجه واحده هي الرايه التونسيه. وهذايا هو راه ما عادش فما بلاصه للناس اللي تعمل في هذا الكل. تشوفوا اكيد في صور صاد ما احنا بدنا مخلوقين قاعدين ماذا بيه واحد يخرج من البلاصه هذه. وردوا بالكم اول حاجه ما تشريوش من يجي، وشوف شنو تشري قبل، وعاون بلادك، عاون الدوله. راه واجب وطني انك تبلغ على الناس اللي كيف هكا في بلاصه كيف هذه. الريحه وحدها تبين معناتها كان ينجم المواطنين يكشموا، خاطر الريحه واضحه على الاخر. نحب نقول برافو لكل من ساهم اليوم، رجال ونساء الوطن العزيز الغالي. وتونس راهي ديما ولاده بالناس هذوما اللي قاعدين يخدموا ليلا صباحا، حتى في الفجر راهم موجودين في الحملات. احنا ما عادش نحكيو على حملات، ديجا ديما نقولوها عمل يومي متسلسل. واليوم قال رئيس الجمهوريه الكلمه هذه ديجا. شكرا لك نزار، باش نخلي لكم اكثر صور وفيديوهات. شوف اللحم الازرق، لحم ازرق خامج، هذا اللحم ابار الريحه. شوف معناتها راهو، شوف وين مخزن بحذا شنيا. المشكله مش هذا بالك، هذا شحم يزيدوه يعملوا بيه اللحم مفروم. فرج راح راهو يتنفس بالسيف، الريحه خايبه برشا. فرج جاي يمشي. ضرب